من الواضح ان انا ما ينفعش بعد ماتش الاهلي على طول اطلع اتكلم عن الماتش بكل بساطة، لان انا ببقى طالع صيح. سواء الاهلي كسبان فببقى طالع مأفور في الفرحة، الاهلي خسران ببقى طالع مأفور في الزعل. مهما كان الاداء انا بطلع بعد الماتش صيح، ببقى مليان مشاعر ما بين السلبية والايجابية ومتأثر بالماتش، فبطلع ارزع واهبط. فخلينا يعني نتعود بعد كده ان احنا لا بنطلع بعد الماتش بيوم يومين يكون الدنيا هديت، ونشوف كمان الاحداث والحاجات اللي حصلت. الاسبوع اللي فات ده كان مليان احداث، وعندنا اكتر من موضوع نتكلم فيهم النهارده، وكلهم مواضيع سخنة ومواضيع حراقة ومواضيع يعني ايه، حاجة استغفر الله العظيم. فخلينا اقول لكم كده الاول احنا هنتكلم عن ايه الحلقة دي، وبعديها نمسك موضوع كده بالترتيب نتكلم فيه. فالبداية بتاعتنا مثلا ان احنا هنتكلم عن فوز النادي الاهلي على حرس الحدود بنتيجة 3-2 بالعافية. بعدها هنروح فين؟ هنروح لتصريحات استاذ ياسر ابراهيم وزميله واقف وراه بيتكرم بجائزة رجل المباراة، وهو بيقول على اي اساس بيختاروا رجل المباراة. وطبعا مش هننسى فوز نادي بيراميدز على نادي اهلي جدة في ملعب اهلي جدة في السعودية بنتيجة 3-1. وهنتكلم كمان عن المهاجم المفروض يبقى شكله عامل ازاي، زي فيستون مايلي كده. وهنتكلم تاني ان انا النادي الاهلي بعد وسام ابو علي ما خرج انا ما عنديش مهاجمين. هنتكلم كمان عن تعادل نادي الزمالك مع الجونة، وانه ازاي ادالك فرصة وبيساعدك كالعادة في كل مرة انت بتتأخر فيها ان هو يقربك من ان انت تتصدر الترتيب. وهنتكلم عن توقعاتنا لماتش الاهلي والزمالك يوم الاثنين الجاي وربنا يستر. وكمان هنتكلم عن مستوى مصطفى شوبير اللي الكوسة والواسطة خلوه بالمنظر اللي احنا شايفينه دلوقتي. وهنتكلم عن القصة الحزينة بتاعة الإصابات اللي بتصطاد اللعيبة اللي فعلا ما شفناهمش بيجي لهم دور برد في أنديتهم التانية قبل ما يجولنا. وهنتكلم عن الاحتياجات اللي كل مرة بنعمل فيديو بنتكلم فيها ان احنا مين اللعيبة اللي احنا محتاجينهم عشان نقدر يكون عندنا سكواد قادر ينافس على البطولات اللي احنا فيها. وخصوصا ان الموسم ده احنا في موسم خفيف، يعني الموسم ده انت ما عندكش كاس عالم للأندية مثلا زي كل سنة، الموسم ده انت ما عندكش سوبر افريقي، الموسم ده انت في بطولات كتير مش هتشارك فيها. انت الموسم ده هم 3 بطولات بس ولا 4 بطولات، منهم بطولة بتلعبها بالاحتياطي. انت السنة دي عندك دوري وكاس وعندك سوبر مصري وعندك دوري ابطال افريقيا وعندك كاس الرابطة. وكاس الرابطة كده كده المفروض ان احنا بنلعبه بالناشئين. ومن دلوقتي بقول للناس ما تتفرجوش على الاهلي يا جماعة في كاس الرابطة، لان الاهلي ما عندوش قطاع ناشئين، وده سبب ان انت دايما عندك نقص ودايما عندك عجز في مراكزك، لان قطاع الناشئين مش بيطلع لك لعيبه كويسه تسد العجز ده. السنه اللي فاتت طلعنا محمد عبد الله وما شمهاش ولا مره السنه دي، مع ان الولد كان محتاج بس ياخد شويه مباريات. والولد كان احسن من حسين الشحات واحسن من طاهر محمد طاهر واحسن من بيرسي تاو واحسن من اي حد كان بيلعب في المركز ده، لانه بكل بساطه جناح يمين بيلعب برجله الشمال. فخلينا يلا نبدأ ونتكلم أول حاجة كده عن مباراة الأهلي وحرس الحدود. للأسف في ماتش الأهلي وحرس الحدود أنا كنت حاسس إن الأهلي بقى نادي مباح. أي فرقة قادرة إن هي تمسك عليك كورة، قادرة إن هي تروح عليك بهجمات خطيرة، وأي كورة بتعدي بتخش جون. يعني أنت مثلا لو عدى 3 كور فدول 3 جوان فيك، عدى كورتين فدول جونين فيك. أي هجمة بتروح مرتدة عليك انت ما عندكش دفاع. بنعتبر ان المهاجم او اللعيبه بتاعت الفرقه التانيه بقت هي والجون، وبيروحوا يجيبوا جون على طول وانت تبقى بتجري عشان تعوض. اللعيبه ما عندهاش روح، اللعيبه بتلعب لنفسها، اللعيبه مش ملتزمه، اللعيبه ما فيش جمله في الملعب، ما فيش طريقه لعب، ما فيش اسلوب، ما فيش دور واضح. مروان عطيه خد رجل المباراه على عيني وعلى راسي وتمام، ما بيبصيش الكره لقدام، ما بيلعبش بشكل ايجابي.
استحواذنا سلبي واستحواذنا غلط. الكوره بتيجي للعيب هو بيباصي اللي هو شايفه او بيباصي لصاحبه، وصاحبه هنا مش معناها زميله في الفريق، لا هو صاحبه بجد، يعني اللي هو صاحبه بجد بره الملعب هو ده اللي هو بيباصي له جوه الملعب. ما بنديش الكوره للعيب اللي فرصته احسن انه يجيب جون او فرصته احسن على المرمى، احنا بندي الكوره لاصحابنا، او في الاخر بنروح مرجعين الكوره لورا ونبدا الهجمه من ورا وما بنعملش حاجه. جبنا 3 اجوان، جراديشار جاب جون بديع بشوطه، وجراديشار احسن الوحشين اللي موجودين، يعني جراديشار بالنسبه لي هو احسن من محمد شريف، لكن ما زلت محتاج مهاجم سوبر، ما زلت محتاج مهاجم سوبر. بعد كده ضربة جزاء لعبها تريزيجيه وراح مرة تانية اعتذر للجمهور او حيا جمهور النادي الاهلي. زي ما قلت الحلقة اللي فاتت، تريزيجيه كويس انه اعتذر المرة اللي فاتت وكويس انه اعتذر المرة دي، بس مش هنحاسبك بشكل ايجابي او بشكل سلبي غير على مدار الموسم. قلت معلومة غلط انا الحلقة اللي فاتت لما قلت ان احنا لعبنا 8 ماتشات كسبنا منهم ماتشين وتعادلنا 5 وخسرنا 1. لا، هو احنا تعادلنا 4 وخسرنا 2 وكسبنا 2 بالماتش بتاع النهاردة. فانت لعبت 9 ماتشات، اتعادلت 4 وخسرت 2 وكسبت 3. كسبت 3 ماتشات. النادي الاهلي في اخر 9 ماتشات لعبهم كسب 3 ومتعادل 4 وخسران 2. دي اسوأ بداية للنادي الاهلي، يعني اسوأ من البدايات اللي الاهلي ما كانش عنده فيها لعيبة ولا في مجلس ادارة والكرة واقفة في مصر. فانا بالنسبة لي مش هقول برافو تريزيجيه شطور جامد جدا عشان خاطر جاب جونين في ماتشين واعتذر في الجونين، لا، انا هقول تريزيجيه تمام الله ينور لما نشوف هنعمل ايه في افريقيا، ونشوف هنعمل ايه في الدوري، ونشوف هنعمل ايه في ماتش الزمالك اللي جاي، عشان يبقى الحساب حساب بجد، حساب على موسم مش حساب على مباراة. زي ما قلت لكم الماتش بتاع الاهلي والحرس مهما كانت نتيجته ما ينفعش ان هو يكون مقياس للي هيحصل في ماتش الاهلي والزمالك. فبالتالي السوء اللي ظهرنا بيه ده ما يبشرش بالخير، حتى لو الزمالك ظهر بمظهر مش تمام قدام الجونة. الزمالك كان بيريح لعيبته، ما كانش بيلعب ببنتايج. الزمالك عامل حسابه وعارف ان ماتش الاهلي هو ماتش الموسم، هو الماتش اللي هيحسم الدوري، والزمالك متصدر بفرق 6 نقط او فرق 5 نقط، يعني الواحد ما بيتابعش غير الاهلي، بس الزمالك فارق عنك بكذا نقطة. فالماتش ده انت لو خسرته انسى الدوري وخش بقى في دوامة وحشة وملهاش اي 30 لازمة. يعني هنخش احنا كالنادي اهلي او كاهلاوية في دوامة ما يعلم بها الا ربنا. يعني انت مستقر وعندك فلوس ومرتباتك ما بتتأخرش واعلانات وبطولات وكل اللي انت فيه ده، واللعيبة ظاهرة بالمستوى ده، ما بالك بقى ماتش القمة اللي انت محتاج بنسبة 1,000,000% فيه ان انت تاخد ال3 نقط عشان ترجع تنافس تاني على الدوري، ان انت تتعادل او تخسر. سيناريو ما احبش ان انا افكر فيه اصلا، يعني سيناريو كل ما بيجي على بالي التفكير فيه بيجيب لي احباط وبيضايقني. فعشان كده لازم نركز، لازم نقفل على اللعيبة، لازم نشوف حل لأوضة اللبس عشان اللعيبة تلعب بروح النادي الأهلي في ماتش الزمالك الجاي اللي ما ينفعش بأي شكل إن احنا نخسره. وبما إننا اتكلمنا على أوضة اللبس فده بقى يخلينا نروح للحتة بتاعت ياسر إبراهيم وتصريحاته بعد الماتش، وإن على أي أساس بيتاخد جايزة رجل المباراة. طول عمري كنت بقول أنا ما بحبش قفشة لعيب مش سالك، أنا بشوفه كده في عز الأهلي ما كان كويس وفي عز ما احنا في كل البطولات. قفشة بيحب ويكره، قفشة بيباصي لأصحابه، قفشة أناني، قفشة بيفضل نفسه على كل اللعيبة اللي حواليه اللي متاح لهم الفرص إن هم
ممكن يجيبوا الجون او يبقوا في موقف احسن او اقرب للجون. دي وجهة نظري في قفشه. ما كانش كده في الاول، بس من اول 2022 وهو كده. ولو انا ما بفهمش حاجه، فكل المدربين اللي كانوا في الاهلي ما بيفهموش حاجه، وكل المدربين في منتخب مصر ما بيفهموش حاجه، اللي بطلوا ياخدوا قفشه. بس الموضوع بالبساطه دي. اللي بيحبوا قفشه طيب انتوا بتفهموا، وقفشه ده اعظم لاعب في التاريخ، قفشه ده ميسي الكره الافريقيه. هل كل المدربين اللي جم في الاهلي من اول موسيماني لما قعدوا، وكولر، بعماد النحاس، بفيتوريا، بحسام حسن، الخمسه دول ما فيهمش واحد بيفهم؟ الجهاز الاداري بتاعهم ما فيهمش واحد بيفهم يقول خلوا قفشه يلعب؟ قفشه يا جماعه لعيب انتهى اكلينيكيا. بس يعني بعيدا عن الكلام عن قفشه، التصريح بتاعه عن ماتش السوبر المصري اللي الاهلي كسب فيه الزمالك 2-0، وقال على اي اساس بيتحدد جايزه رجل المباراه. بيقول انا جبت اسيست وجبت جون، ازاي ما اخدش جايزه رجل المباراه؟ ردي وقتها كان والله امام عاشور هو اللي خد جايزه رجل المباراه، لان امام عاشور شارك 90 دقيقه، يعني شارك الماتش كله وعمل اسيست وجاب جون. فانت تمام، انت نزلت عملت اسيست وجبت جون. طب وبالنسبه بقى لل 60 دقيقه اللي امام لعبهم قبل منك وكان هو اللي شايل فريق الاهلي، ايه؟ فعلى هذا الاساس اتخذت جايزه رجل المباراه في الماتش ده. بس بحكم الغيره وبص اللعيبه لبعض، يجي ياسر ابراهيم يبقى زميله وراه بيستلم جايزه رجل المباراه، وهو بيقول مش عارف على اساس ايه بيسلموا جايزه رجل المباراه، وبعد كده ينزل ستوري انا ما كنتش اقصد مروان عطيه، ومروان عطيه ينزل له ستوري انا عارف يا اخويا ان انت ما بتتكلمش عني. جرى ايه يا جدعان؟ فين ايام ما كانت لعيبه النادي الاهلي بيتاخد منها التليفونات اصلا؟ يعني كانوا بيبقوا معسكر في افريقيا معهمش التليفون، تليفوناتهم كانت بتبقى مع كابتن ثابت البطل او مع كابتن مانويل جوزيه او مع المسؤول عن فريق الكوره، وكل واحد بيتكلم في اليوم مكالمه، يختار يا يكلم امه يا يكلم مراته. فين الشخصيه اللي موجوده اللي محجمه اللعيبه دي؟ فين الشخصيه اللي بتسيطر على اللعيبه دي؟ المفروض طول ما الموسم شغال اللعيب بتاع الاهلي يعني كل كلمه اللعيب بيقولها تبقى بتتقال على لسان اداره الاهلي وعن لسان المسؤولين في النادي الاهلي، لانه بيمثل النادي الاهلي، مش بيتكلم بمزاجه، مش بيتكلم عن نفسه. احترموا الفرقه اللي انتوا بتلعبوا فيها، وهاتوا حد محترم وشخصيته قويه يدير ويمسك اللعيبه دي، عشان كده مش نافع. والمشكله ان انت لما تبص على التشكيله بتاعت النادي الاهلي عشان تشوف واحد ينفع يبقى كابتن للفرقه وينفع يبقى شخصيه، مفيش. الوحيد اللي كان ينفع يبقى كابتن للعيبه دي ويسمعوا كلامه ويحترموه ما جددنا لهوش ومشي بيلعب في الصفاقسي دلوقتي، علي معلول. ده الوحيد اللي كان شخصيه في الملعب وبره الملعب. 7 سنين ولا 8 سنين قعدهم علي معلول في النادي الاهلي، لا سمعته بيقول مش عايز اجدد، لا سمعته بيقول جاي لي من بيراميدز، لا سمعته جاي لي بيقول ان هو جاي له من الخليج. ودايما كان حاطط النادي الاهلي رقم 1، وعنده الشخصيه وعنده الروح وبيحس بالذنب وبيحترم جماهير الاهلي. للاسف احنا دلوقتي ما عندناش لعيب كده، النادي الاهلي ما فيهوش لعيب كده. فلحد امتى هنفضل بالشكل وبالمنظر ده؟ ده سؤال محتاج اجابه منكم ليه في الكومنتات. حد يقول لي ايه الحل للشكل بتاع لعيبه النادي الاهلي والمشاكل اوضه اللبس؟ بجد مستني رايكم. طبعا اكيد تابعته، يعني انا ما اتفرجتش على الماتش، انا اتفرجت على ملخص الماتش، المباراه بتاعت اهلي جده والمباراه بتاعت بيراميدز. طبعا انا بيراميدز بالنسبه لي زيه زي الزمالك زي الاسماعيلي زي المصري، فرق ما ينفعش تشجعها، بس بجد انا ببارك لهم عشان الافضليه المصريه على الانديه السعوديه، ببارك لهم عشان يعني كل الناس اللي بتقول ان الكرة في مصر متأخرة وان بص الدوري السعودي بقى عامل ازاي، بص الدوري السعودي فيه لعيبة عاملة ازاي، اقول له لا، حيلك هي مش بفلوس، هي بالإرادة وبالتحدي وبده وبده، والحاجات دي مش عندكم. عشان كده اي فريق مصري بيقابلكم بيحط عليكم، عشان كده الاهلي
لما لعب الهلال وقلتوا هتذبحونا وهتقطعونا غلبناكوا 4. عشان كده لما بتوع اتحاد جدة قالوا الهلال غير واحنا غير والوضع والحقيقة والحايكي والميكي والكلام ده، غلبناكوا 3-1. عشان كده العين الاماراتي لما قال جالكم معذب اسيا وجالكم بطل اسيا وجالكم زعيم اسيا، خد على عينه 3. عشان كده اوراوا الياباني خد 4-2، وادي اهلي جدة خد 3-1. والهلال لو لعب الاهلي تاني سواء في بطولة رسمية ولا في بطولة ودية هيتحط عليه تاني، عشان هي مش بالفلوس والله، هي بالروح. فبنفس الروح دي اللي بيراميدز كسب بيها، دي الروح اللي الاهلي مفتقدها دلوقتي. ان اللعيبه بلا روح، اللعيبه عندهم اشباع بالبطولات اللي خدوها وعايزين فلوس اكتر، زي ما حسين الشحات كده قال لو عايز يلعب من غير ضغوطات. فلعيبه الاهلي عايزه تلعب من غير ضغوطات، لعيبه الاهلي عايزه تنزل تلعب حجوزات خماسي مع ابراهيم فايق وشيكابالا. ده اللي الواحد يعني ايه يقدر يقوله وشايفه. ومن دلوقتي اهو بقول لكم بيراميدز هيغلب اللي هيصعد من ابطال اسيا بابطال امريكا الجنوبيه وامريكا الشماليه. انا متوقع بيراميدز هيلاعب بطل اوروبا على النهائي وهيتغلب في النهائي، بس هياخد البطوله بتاعت ال5 قارات، وهيبقى اول نادي عربي وافريقي ياخد البطوله بتاعت ال5 قارات. والزملكاويه هيطلعوا عينين اللي جابونا بيها. ما هو يعني القرعه بتتعايق بشعر بنت اختها، واحنا ربنا رزقنا يعني ايه بجماهير منافس تقليدي هبل، مش عارفين ان الفريق التاني ده جه خد مكانهم. للاسف ان فريق عمره الكروي لا يتعدى 8 سنين خد دوري ابطال افريقيا وخد بطل ال3 قارات، وهم بقالهم 24 سنه ما خدوش دوري ابطال افريقيا. فاحنا ربنا رزقنا بجد غريم اهبل وجماهير اهبل منه. والموضه اللي هم طالعين فيها ان هم دلوقتي يلا نبوظ اوضه اللبس في الاهلي اكتر ما هي بايظه، بان هم يسخنوا امام على زيزو وعلى مش عارف مين، وادم وطني يقول ايه وشيكابالا يقول ايه، وان انت ما ينفعش تجيب زيزو وتريزيجيه وتديلهم اكتر من امام عاشور، افضل لاعب في افريقيا وافضل لاعب عربي وافضل لاعب مصري ومش عارف ايه والكلام ده. واداره مش عارفه تسيطر على اللعيبه بتاعتها. احنا الاداره مش عارفه تسيطر على اللعيبه بتاعتها ولا على تصريحاتها ولا على اوضه اللبس. المهم خلينا نخش في الموضوع اللي بعده، مستوى مصطفى شوبير. وده اللي بيحصل لما يبقى فيه لعيب كويس او لعيب انت جايبه كويس وتركنه. فمصطفى شوبير بعد ما كان افضل حارس في افريقيا بلا منازع، عامل بطوله دوري ابطال افريقيا 9 مباريات بدون ما يدخل فيه هدف، مش بلا هزيمه، بدون ما يدخل فيه هدف، مكمل الدوري 12 ماتش ولا 18 ماتش بلا هزيمه، وعاملهم تقريبا كلهم كلين شيت. فتعادل محمد الشناوي فيحصل كده. نفس الفكره بالظبط ان انت جايب عمر الساعي متالق وتمام من الاسماعيلي، والولا افضل واحد في مركزه وافضل صانع العاب، فتقعده موسم. فلما يطلع اعاره ويروح المصري يبقى واحد من هدافين الدوري جايب 4 تجوان. ده الظلم، الظلم اللي اداره الاهلي بتعمله، والظلم اللي كولر عمله، والظلم اللي لو فضلنا مستمرين فيه هنضيع كل المواهب الشابه اللي عندنا. وبفكركم اهو يا جماعه، محمد عبد الله لازم يشارك. محمد عبد الله في مركز الجناح اليمين افضل من اي حد موجود حاليا لحد ما نجيب حد، لحد ما نجيب حد. ادوا فرصه للشباب بجمله الخرا، بجمله الخرا. انت بتلعب بكوكا باك شمال عادي وبتلعب باسامي في الدفاع مش عارفين مين دول، وبتلعب بمحمد هاني باك يمين. فبجمله العك نزلوا محمد عبد الله عشان يعني يبقى في بصيص امل لقدام، حتى عشان لما تيجوا تبيعوه بفلوس، بفلوس عليها القيمه. مستشفى النادي الاهلي بقى، مستشفى النادي الاهلي زيزو وامام وبن رمضان، وكان ياسين مرعي مصاب ولسه راجع، ومحمد شكري مصاب. كل لعيبتك بتتصاب. اللعيبه اللي مستحيل يجي لها دور برد في اي فرقه تانية يجي عندك ويتصاب. يا ترى ليه؟ ما هو انت اكيد عندك مشكله.
يا اما في الاحمال البدنيه، يا اما عندك مشكله في التدريبات، يا اما عندك مشكله في ملعب التتش اللي اللعيبه دي بتتدرب عليه. فحلوا مشاكلكم. مستشفى النادي الاهلي دي لازم تتقفل. هتقول لي واحد مثلا زي امام طبيعي عشان ضغط المباريات وعشان خاطر كل البطولات والماتشات اللي شارك فيها ولعب فيها مع الاهلي السنه اللي فاتت، على عيني وراسي. طب زيزو يتصاب ليه؟ ياسين مرعي يتصاب ليه؟ محمد شكري يتصاب ليه؟ اللعيبه دي ما كانتش في الاهلي اصلا وجايين مريحين. يعني هم جايين مريحين، جايين من فرق يا دوبك لعبت دوري وكاس. فليه اللعيبه دي بتتصاب؟ ليه دايما مع النادي الاهلي اللعيبه بتتصاب؟ برضو يا ريت في الكومنتات يا جماعه قولوا لي، يعني شاركوني كده وقولوا لي رايكم. ايه رايكم في الاصابات بتاعه لعيبه النادي الاهلي؟ اخر حاجه هنتكلم عنها عشان انا طولت كتير ومش عارف اصلا يعني الكاميرا هتكون بتسجل ولا هنكون خلاص عدينا ال 30 دقيقه، وهي احتياجات النادي الاهلي. يا جماعه يا ناس يا هو، والله مش هطول. محتاجين باك شمال كويس بيلعب برجله الشمال، محتاجين جناح يمين كويس بيلعب برجله الشمال، ومحتاجين مهاجم سوبر مهما كان ثمنه، مهما كان سعره، بجملة الفلوس اللي بتدفع في لعيبة ملهاش لازمة. اعتبروه بضمن اهدار المال العام اللي بيحصل في النادي الاهلي، ان احنا نجيب لعيب مهاجم متميز، نجيب لعيب جناح شمال متميز، جناح يمين بعتذر، جناح يمين بيلعب برجله الشمال متميز، نجيب باك شمال متميز. والله العظيم الثلاثة دول لو جم فريق الاهلي شكله هيبقى مختلف تماما، وهينفعوك في اي خطة انت بتلعب بيها. كل التوفيق للنادي الاهلي فيما هو قادم، كل التوفيق في ماتش الزمالك يوم الاثنين الجاي، وباذن الله نكسب، ويا رب لعيبه الاهلي كلها ترجع لمستواها، ونتمنى ان الروح ترجع ونشوف فريقنا في احسن وافضل حال. بنهي كلامي دايما بالصلاه على اشرف الخلق اجمعين سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والتسليم. وما تنسوش اهلنا في فلسطين وفي العراق وفي اليمن وفي سوريا وفي لبنان وفي كل البلاد العربيه المتضرره من دعائكم. اللهم امين. اشوفكم على خير. السلام عليكم.